بالجلوس في المؤتمر معاكم. أنا عايز أتكلم في 3 نقاط مهمة جدا. النقطة الأولانية بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته اللي هو الخاص بالانتخابات. لا، إحنا كنادي الزمالك أو أنا بصفة شخصية أنا متمسك بإجراء الانتخابات، ومش عشان نادي معين إحنا عايزين نخلي رئيسه يفضل رئيس النادي نلغي انتخابات الأندية كلها. لو أستاذ حسن حمدي عايزين نشوف له حل ممكن نشوف له حل تاني، لكن نجري الانتخابات. وأنا عن نفسي ممكن أقف معاه بصفتي محامي. دي النقطة الأولانية. فالانتخابات أنا بطلب من الدولة إن هي تجريها في مواعيدها وما تأجلهاش، وإذا كنا هنقف مع كابتن حسن حمدي فنقف معاه باعتباره عضو في الأسرة الرياضية. النقطة الثانية والمهمة الخاصة بحضور الجماهير لماتش الزمالك الأفريقي. أعتقد إن أكبر عقاب اللي حصل من بعض الجماهير في ماتش الأهلي إن جمهور الزمالك يحضر. يعني ما بيبقى فيه ثواب وعقاب، المخطئ لما بياخد العقاب لوحده بيحس بالجرم اللي عمله، لكن لما كلنا نتعاقب على جرم احنا ما عملناهوش فمش هنحس بالجرم، فبالتالي هفضل اكرر نفس الخطأ. فبعتقد انا بوجه رساله لسياده وزير الداخليه ان الخطأ اللي تم في الماتش ده يحاسب عليه من فعله. ومش كل جماهير الانديه، بالعكس انا بطلب من وزير الداخليه اثباتا لقوه وزاره الداخليه المصريه ان هو يعلن حضور الجماهير لجميع مباريات الدوري لكل الانديه ما عدا من اخطا. اذا كان النادي الاهلي مش جمهوره التراس بس، الاهلي عنده جمهور عادي والتراس، والالتراس ده مقسم جواه. يعني انا عايز احدد مين المخطئ بالظبط، مش حتى اقول الالتراس كله مخطئ، اشوف مين الاخطئ. النقطه الثالثه واللي انا عايز اتكلم فيها نقطه مثلا اللي ميدو قالها. انا بشكر دكتور كمال واستاذ هاني شكري وكابتن ايمن يونس والمجلس. فدكتور كمال قال له واحمد واستاذ هاني، لا، ميدو مش مطلوب منه يشكر حد. ميدو شغال مدير فني نادي الزمالك، انا عارف اختصاصي كويس، انا راجل اداره عليا للنادي ده مش عايز اشكره. ميدو مكانه في الملعب يحقق بطوله لنادي الزمالك. احنا كمجلس اداره كلنا مش محتاجين حد يشكرنا. ده مدير فني احنا اخترناه في ظروف معينه وشفنا فيه توسمنا فيه ان هو ينفذ خطه للمجلس الموجود ده. خطه قصيره المدى وخطه بعيده المدى. احنا محتاجين فعلا ان احنا الشباب عمالين يقولوا احنا نقدر، فاحنا جبنا نموذج للشباب اعتقد ان هو بنجاحه هينجح جيل كامل، واعتقد الجيل اللي قبله مش هيزعل لما يشوفه نجح. فموضوع يا جماعه مين اللي عمل ومين اللي سوى ده، عايزين ننهي المساله دي. بقت موضه قديمه خلاص. اللي انا بعمله هو كأن الدكتور كمال عمله، اللي الدكتور كمال عمله هو كأن انا عملته. النقطة الأخيرة بالنسبة باعتباري مرشح في قائمة أخرى غير قائمة الدكتور كمال، وكان يشرفني إن أنا أبقى مع زملائي، لكن أنا مرشح في قائمة يعني وجهة نظري الشخصية إن هم يعني أدائهم هيختلف عن المجلس الحالي. لكن المجلس الحالي أو القائمة اللي أنا بتكلم فيها أنا متأكد إن القائمتين دول مش هيرجعوا نادي الزمالك ورا. صدقوني نادي الزمالك خلاص، سواء الاساتذه المحترمين الدكتور كمال نجح او المستشار مرتضى منصور، اعتقد ان نادي الزمالك مش هيرجع زي اللي احنا كنا شايفينه. يمكن شفتوا استاذ هاني بيكلمكم على مبادئ. الموظفين ما بيقبضوش مرتباتهم بقالهم 20 شهر. فانا بطمنكم على نادي الزمالك، سواء القائمه دي نجحت، القائمة دي اللي هي قائمة الدكتور كمال، فهي هتستعين اكيد بخبرات لو شافتها في المرشحين الاخرين، وسواء قائمتي اللي انا بتشرف بالانتماء اليها نجحت، فبالتاكيد ما نقدرش نستغنى عن ناس كتير في قائمة الدكتور كمال سيضيفوا نادي الزمالك. المهم اللي انا عايز اقول لكم نادي الزمالك ما عادش فيه صراعات، نادي الزمالك واحد. الانتخابات هي لان الاسلوب اختيار الادارات بيتم بالانتخاب، غير كده كلنا ابناء هذا النادي احنا باصين لهدف واحد بس، مش بنبص
لاي منافس لينا. احنا بنبص احنا عايزين نبقى ايه بعد 5 سنين، وعايزين نبقى ايه بعد 10 سنين. يمكن ده اللي بيعمله كابتن ايمن، بيشتغل دلوقتي وكانه قاعد، مع ان كابتن ايمن مش قاعد كده او كده. يعني انا قصدي هو مجلس معين، لكن هو بيعمل لمستقبل نادي الزمالك. دكتور كمال انا شفته دلوقتي واخد التليفون وواقف بيتنرفز كده. انا افتكرت حاجه شخصيه، طلع عشان النادي خلاص، واحنا مهددين ان الانتخابات تتعمل ما تتعملش، الدكتور كمال ينجح يسقط ايا كان، لكن احنا فعلا بنشتغل لنادي الزمالك ومحتاجين وقوفكم جنبنا. الكلمه الاخيره والاقتراح اللي انا عايز اقدمه لمجلس الاداره، انا بطلب من مجلس الاداره الموافقه على ادراج شعار نادي الزمالك كنادي القرن الافريقي دون رجوع لاي حد على مكتبات النادي. لان انا دلوقتي بقالي 7 ولا 8 سنين بتحايل عليهم، ده حاجه واضحه بضوح الشمس. يا اما يجوا يقنعوني ان النادي الاهلي نادي القرن، يعني مفيش اي سبب مقنع ان انت تحسب القاره الوحيده اللي حاسبه بهذا النظام هي القاره الافريقيه. انا ما عنديش مشكله، انت عايز تحسب بأي طريقه، الطريقه اللي انت عايز تحسبها احسبها. وانا بطلب من الدكتور كمال احنا نتضامن مع نادي ميلان في الشكوى المقدمه منه. وعايز اقول لو الاهلي هو نادي القرن الافريقي الحقيقي احنا ما عندناش مشكله، دي حاجه تشرفنا انه نادي مصري. لكن لو ما طلعش كده احنا مش طالبين اكتر من حقنا. فانا بطلب من مجلس الاداره ان هو يبحث اقتراحي بادراج شعار نادي الزمالك كنادي قرن على كل مكتبات النادي لحين الفصل من الفيفا. احنا مش طالبين غير حقنا، لو حقنا حقنا، مش حقنا يبقى فعلا النادي الاهلي انا بنحييه لانه نادي محترم طبعا ونادي كبير ويستحق يبقى نادي القرن، بس الحقيقه ان ده كان حقنا. وانا في الاخر بشكركم واتمنى ان شاء الله التوفيق لكل اعضاء زملائي اعضاء المجلس، وسواء انا نجحت او ما نجحتش فانا اتشرفت